الكلام من القلب ما بيقدمش. يلا اديها 3 2 1 اكشن. حجازو. هلو. عامل ايه يا حجاز؟ الحمد لله حبيبي. كويس. all is good. انت جاي من عند الدكتور بالظبط. ليه؟ ايه اللي حصل؟ احنا لسه شباب وصغيرين بتاع. جالي اصابه في الضمه. ده ايه؟ كوره مجهود يعني ولا هي لوحدها كده قفشت؟ هو حاجتين حصلوا ورا بعض. اه واحده اتكعبلت وانا نازل من البيت، الحمد لله جت فدي سليم. جابت الانكل واصابه بسيطه. وبعديها باسبوع رحت مع علي مظهر بيعمل اوبننج في سول وبتاع وتمرينه وتلفزيون وشاشه وطخ داس علينا جامد. فرحت انا دي مع دي جابتني ارضا. بس الحمد لله يعني الموضوع البروسيس بتاع العلاج ماشي بقى. كويس وتمام. ماشي بقى. رحنا كلينيك بقى مسميه ذا هوب، فعايزين ده هو يا رب والنبي. بالظبط كده. حجازي انا بص يعني احنا اتقابلنا بس قبل ما نتقابل يعني انا هجيب الهيستوري بتاعت. بص دي قعده اسمها القعده. حلو. القعده دي احنا هنقعد نحكي فيها مع بعض على حجازي وقصته، وانا عرفتك ازاي وحجازي ابتدى منين ووصل لفين والفيلم بتاعه يلا الحدوته دي. فانا دلوقتي في الاول كنت سامع عن عربيه ايفو 1000 حصان. يعني يا جدعان الكلام ده الارقام دي كنا بنسمع عنها في الافلام بس مفيش الكلام ده في الحقيقه. قال لك لا فين قال لك عربيه في اكتوبر. فانا ما اعرفش ايه العربيه اللي في اكتوبر دي. بعدين في مره رحت كنت بعمل حاجه في عربيتي عند الداينو وبتاع، لقيت عربيه ايفو سيلفر كده داخله، عمالين يتكلموا بتاع لك هي دي العربيه ال1000 حصان. هي دي بتاع. مع كل ده انا فاصل بقى ما اعرفش. بعد فتره شادي اسامه كان قاعد بيتكلم معايا في التليفون. كابتن شادي. وراح قايل لي انا امبارح حجازي كان معايا وعم بيتكلم بقى بحماس جدا. فانا بقول له مين حجازي؟ قال لي حجازي يا ابني اللي معاه الايفو ال1000 حصان. هو ده. هو الراجل ده بتاع الايفو ال1000 حصان. بنجي بعديها كان عندك تدريب في التراك، فشادي قال لي تعالى بقى حجازي جاب. هو اولا كان عمال يشكر فيك بقى شكرانيه، بني ادم ظريف جدا وحبوب وبتاع، فتعالى بقى معانا. فجيت بقى فتعرفت عليك فلقيتك فعلا زي ما شادي بيقول يمكن اكتر شويه. يخليك. والله بجد شادي ده اخ كبير يعني وحبيب ومعلمنا حاجات كتير قوي. شادي يعني مع المجال كله يعني كله تقريبا. بس هو طريقته حلوه. شادي طريقتها حتى مراتي علمها سواقه في التراك انا في اليوم ده شفتها صح. شفتها وجري ابتدت تجري بقى يعني اول لفتين بالراحه بالظبط. وبعد كده هوب لقيناها بقى ايه يا شادي انت واخد بالك ولا الموضوع سرح؟ لا حتى هي كانت بتحكي معايا على الاكسبيرينس بتاع شادي، يعني كطريقه واسلوب وساعدها ازاي ان هي تيفولف بسرعه في وقت ده يعني في التراك ان هو كتايمنج وكده. فهي حتى بتقول انا طلع مني قدرات ما كانتش متخيله انها عندها. بالظبط. شادي اكسبيرينس ما شاء الله يعني. تعرف اليوم ده انا عديت شادي لما كان هو بيتست الاستون مارتن بالظبط. ايه اللي حصل بقى؟ هو عمال بيدوس انا بخاف عامه لما اركب جنب حد يعني ما اعرفش حوار السرعات والحاجات دي في الطرق. انا بركب عربيتي دايما في اي مشوار ما بركبش مع حد. انت اللي تحب كنترول معايا انا بالظبط. لكن فكان حتى رامي سري في مره جه خد عربيتي في التراك قال لي اركب معايا، قلت له رامي مش هينفع وبتاع انجوي انت وخلاص. فلما شفت رامي سايق عربيتي زي قلت له هوب ستوب. انا مش مديلك سؤال فيها كده. رامي شكرا فاهم. انت سري على دماغي وكل حاجه بس مش هنا يعني. اللي انا شفته منك لا خليها كده ايه. داس راح وداها وداس وبتاع. هو فرحان بالطريقه اللي هي بتريسبوند بترياكت فيها بلس ان هي 8 سلندر زي عربيته. فهو متعود على احساس التورك وكده مع اختلاف التربوهات عن عربيته اللي هي ناتشرال اسبريتد لان الام بالظبط ام 3. فكان اكسايتد. وانا بقى on the other side انا مش مأمن. يا لهوي انا مش مأمن. لا ودي مفيش فيها هزار يعني. بس هي استون مارتن الموديل ايه؟ هي اسمها دي بي 11. تمام. بس باكس ايه بقى؟ موديل 22 كانت اخر واحده في الموديل ده. دلوقتي نزلوا دي بي 12. تمام. بس لسه مستخدمين نفس الانجن. تمام. والداينامكس هي يعني بتاعت العربيه، بس اختلاف بقى ايدج مختلف في الانفوتينمنت سيستم وفي الشكل من قدام وكده. بس اوفرول بالنسبه لي هما الاثنين قريبين من بعض. ده حقيقي. والعربيه يعني كام حصان؟ 500 ما شاء الله وحاجه يعني.
مش فاكر كام بالظبط. انت راجل متعود على ال1000 بقى في الايفو، فالارقام دي بالنسبه لك يعني. ما الايفو دي بوظت لي احاسيس كتير قوي في طبعا حياتي. طبعا. انا عارف انت بتبتدي معايا موضوع التراك وقصه الايفو. بس انا ممكن ابقى تراك شويه. امم انا في الجامعه اصحابي كنت في جامعه MSA. لا، ما انا كده كنت هرجع معاك. انت ابتديت هحكي لك منين؟ بالظبط قصه حبك اللقطة للعربيات دي جت بتاعت ازاي؟ كانت منين. انا عايز اعرف وصلت منين، لان انت بقى عندك عربيات معينه تحبها، ويعني هنروح بس أوكي. هات لي بقى القصه من اولها، الحدوته من اولها. بتاعت حبك للعربيات وبدايتك من الجامعه والقصه اللي انت بتتكلم فيها. احنا كعيله طبعا انت طفل بقى. ما هو احنا عربيات. كعيله عن يعني خالي الله يرحمه من الناس الاكبر كولكتورز عربيات اللي هي الصغيره اللي المودلز. مودلز وبتاع بانواع المصنعين ليها. يعني عندنا بتاع او عنده هو يعني كان بتاع 3000 ما شاء الله. حاجه عربيه في البيت كلهم سكيل واحد ولا في لا سكيل؟ سكيلز مختلفه بس مين اللي هي الكبيره هي 18 بالظبط واحد كده. 18. وعامل لهم بقى دواليب بانوار وزي كوبايات كده اللي هي تعرف تحط العربيه في سيجمنتس اعلى فالنور يبقى ضارب عليها ايه ويجيب من نفس الموديل الوان مختلفه. كانت قصه يعني. في الزمن ده ما كانش عندنا اي حاجه غير الماجازينز بتاعت التوب جير والكلام ده كله. هو ده اللي احنا بنتفرج عليه العربيات. فكنا لما بنسافر بره نأجر عربيات من اللي هي بقى في المجلات. اللي هي مثلا هتبقى M3. ده كان سقف الموضوع. بالظبط كده. فكنا نسافر مثلا دبي او ناخد عربيه من العربيات دي نجربها وبتاع. فده كان الاكسبيرينس مع خالي كعربيات دي. عمي بقى سويق بقى اللي هو سرعه غير عاديه امريكاني بس عربياته كلها امريكاني. ده الدماغ يعني ادرينالين مع عمي ومع خالي بقى كواليتي وتاتشنج بقى العربيات دي وموديلز وحاجات وبتاع كده يعني. فكان في زمن كده جبنا الاي 39 البي ام دبليو كانت لسه نازله يعني ساعتها في 98. فوالدتي جابت هي اول عربيه وكانت جايه فيها اكزوست ريسنج داينامكس. هي كانت جايه من بره ولا؟ كان جايبها نور درويش اللي هو جولدن ان. كانت عربيته هو. تمام. ومحمد نور اكيد كان جايب له فيها حاجه متعدله الشكمان ده وبتاع. فكانت امي خدتها من خالي هو اللي عمل الديل يعني. فخدنا العربيه كانت 23 ولا بالظبط كده 23 فلما كان خالي بقى يركبها يبسط راح جاب واحده تانية. فالبيت انا معايا دي وهو دي. وكان لسه بقى قصه الحرفيين وكان تعرفي بكريم سري ورامي سري الكلام ده كله. كان كريم عنده واحده. كان عنده واحده وكان عنده مكان بيصلح فيه العربيات وبيجيب منه الحاجات دي كلها. فكنت اروح حرفيين عشان اجيب مرايات الM5 والجنوط الM5. عايز تقلبها M5 اتليست من بره بالظبط. وكان في اللقطه دي كريم بقى كان لسه بيعمل الM5 بتاعته هو اللي هي الخضره دي لو تفتكر بيقلب بيها الدنيا في الفري ستايل بتاعته بالظبط كده. بالظبط. فاتعرفت اكتر على الناس دي. في المرحله دي كنت قد ايه تقريبا بقى؟ انا كنت في الجامعه. اوكي. لسه مطلع رخصه يعني. اكشلي اتعرفت عليهم وانا عندي بتاع 16 سنه. تمام. وساعتها كنت بروح بالسواق. اروح لسه مفيش رخصه بقى. بالظبط كده. اروح واركب جنب رامي وياخدني في الشارع بتاع الحرفيين. دي لك هيستيريا طبعا. بقى يعلمني بقى دريفت وبتاع. علمني حاجه ساعتها اللي هي اليو تيرن. ما كانش فيه هاند بريكس قويه في الاي 36 وكده. حاطط اولاني وشالد بريك. بالظبط كده. العربيه لكه من ورا ويروح دايس لها. تلاقي العربيه مش واقف وهي راحت معديه وبتاع. فدي كانت لقطه بقى مش عارف اعملها عشان عربيتنا اوتوماتيك. من الديل 1 عافيه فاهم. فالونج ذا ييرز يعني لما تمينا 18 خالي اقنعته يجيب اي 36. تمام. ده اللي هو بيحب الموديل بالظبط كده. خليته يجيب اي 36 ونروح بيها لكريم. تمام. كريم بقى راح مسقط له فيها M3 اللي هو الامريكاني ال 281. تمام. هورس باور ده ساعتها اللي هو كان 3200 سي سي حاجه كده. في الام 36 حطوا له ال 286 ده كان 3000 بالظبط. أيوة. بعد كده نزلوا 3200 321 ده الاوروبي. ايوه الاولاني ده الامريكاني اللي هو فيه تورك اعلى بس هورس باور اقل. لا ده كان في واحد امريكاني كان 240 حصان بس. ده كان ازمه. الام الامريكاني ده كان 240. اللي انا فاكره ان هو كان اللي هو الضعيف ماشي منها ساعتها يعني. طيب قبل بقى ما يديله عربيه 20 سواق فيها الموتور.
فقلت له بقى انا عايز اخد العربيه دي افرجك عليها وهي 16 بقى مانيول وهي بتخمس بقى وبتاع. هي 16 كان مين بقى مديني الكورس؟ رامي. خدت بقى العربيه ورحت مدي بقى فيها وبتاع. خالي ما صدقش ان ال 16 يطلع منه بيعمل كده ازاي وبتاع. بس فابتدينا بقى حطينا الام، وبعديها بشويه بقى يحصل حاجه نغير الموتور ده بالموتور ده. قعدنا بقى في قصه دخلت بقى في سكه بقى ايه بالظبط. التسقيط والتعديل بالظبط كده من تمام. خلال العربيه دي. تمام الشريك كريم كان اسمه ميدو، تمام. كان معاه عربيه اي 46 328 دي انا بقى اشتريتها ودي اللي دخلت بيها الجامعه بقى ساعتها. وكنت انا بقى كانت 4 باب ولا 4 باب سودا فرش بيج 4 باب عليها جنوط الام. اكيد عامله شغل مع البنات. 28 اوتوماتيك. عامله شغل مع البنات. ساعتها كانش لسه بقى في اللقطه دي ليه ان كان في 325 لو تفتكر كان بي ام دبليو نزلت لي 46 325 فما كانتش مفهومه ايه ال 28. فمن كتر ما بروح حبيت اعمل بروجكت جديد. كان في لسه فكره الام 3 كان الناس بيجيب بقى العربيات النصين بالظبط كده. فانا رحت لواحد اسمه منصور وعملت اول ام 3 اي 46 الموتور 343 حصان بالظبط تمام في الفور دور. وفي نفس الوقت ميدو ده بقى عمل واحده حمراء ام 3 برضو بعديها اي 46 تمام. ما كانش فيه في العالم عربيه ام 3 فور دورز. كلهم انت اول واحد بالظبط كده كلهم كانوا كوبس بس. وفي جنريشنز الجديده عملوا بالظبط بس ساعتها في الاي 46 ما اتعملش فور دورز. كان هي الاي 36 كانت اخر واحده تتعمل فيها الكونسبت ده. تمام. كنت اروح الجامعه على فكره بقى البنات وكده. كان الولاد بقى هي دي القصه. الولاد هم اللي بيتلموا. عمر ما حد كان شاف عربيه اي 46 فور دور وفيها الكورونا اللي في النص اللي تحت دي وانا مش كاتب عليها غير 328 سليبر بالظبط كده. استخبلهم نايم في الدوره. فكان هي دي بقى اللقطه بقى اللي كانت في الجامعه. بعديها جبت كمان هوندا اس اي ار اوريجينال. حلم زمان دي. كانت سفاره واتملكت وبتاع وانا وخالي اللي عملنا اللقطه دي. قنعت امي بقى انها تجيب عربيه للبيت وبتاع. لازم تبقى كلها افكار شريره بس مستتره مقنعه فاهم بالظبط كده. عربيه هوندا وبتاع فاللذيذ بقى انا نفسي بركب بقى. كان لسه كوني ده طالع وكان لسه في شكمان بقى معرفش حاجه ياباني كده اتش كي اس هو ده اللي كان واو. وهي الهوندا اصلا بتتلكك عشان تعمل صوت. كانت حمراء بقى فانا كان عندي البي ام دبليو سيت اب الام وجبت الاس اي ار دي بكونسبت تاني خالص. رحت ادريان بتاع المزيكا اللي في جامعه الدول ده ركبت بقى سكرين في النص وركبت بلاي ستيشن. ده انت كنت عاوز تقول مجلات. بقول لك فاكر ماكس باور. من عشان كده بقول لك هو البدايه هي المجلات. واحنا كنا بنسافر كتير شغل وبتاع كده عشان الاوتيلات عندنا وبتاع. فكنت دايما لندن امريكا واتيفر كل دولت مجلات عربيات بتلاقيها في المطار. تمام. فكان الكونسبتس دي كلها زي ما انت بتحكي عمال اتفرج عليها نفذتش لسه بالظبط. فانت بقى فيجواليزنج ده وازاي تعرف تترجمه في حاجه تبقى بتاعتك. فكانت الهوندا بقى جبت السبوفر اللي هي المحطوطه في الشنطه ورا الكنبه. فتبقى قاعد في الكنبه بتبقى فايبريشن بقى دايركت وما كانش فيه بقى بوكس ليها. فالشنطه كانت فكرتها هي تبقى البوكس والكرسي اللي قدامك ينزل فتبقى شايف الشاشه. تبقى قاعد ورا وتطلع الاثنين جويستيكس. البلاي ستيشن كانت موجوده في الدرج وجايب ميني شيشه حطيتها في الارم ريست في النص فاهم. وتبقى قاعد. البول كان فين؟ ايوه بالظبط البول كان فين بالظبط كده. خلي السواق يبقى سايق واحنا قاعدين ورا شغالين بقى. كان في ساعتها فيلم ماتريكس بقى وباد بويز 2 وبتاع قصه يعني. دخلنا بيها اوتوماك وبتاع ومركب لها تصات. انا حاطط الاسيار بتيجي بتصات مش حاطط جنود. انت زي ما هي كده العربيه زي ما هي فيها شكمان في سسبنشن كوني في الارض احمر. الكوني الاحمر ده ساعتها واير فلتر بقى من جوه عند 6 ار بي ام كده يفضح الدنيا بالظبط كده. كانش 205 وبتاع يعني كانت هي ساعتها. ايوه بقول لك كان كونسبت. بتحبها اكتر من الام؟ دي ليها طعم ودي ليها طعم تاني. بس فانت من هنا ابتديت تحس بقى ان ممكن يبقى عندي فيه اكتر من تيست. بالظبط كده. عندي عربيه كده وعربيه كده بالظبط. اوكي. وكان جدي الله يرحمه كان معاه بويك رود ماستر
دي بينزل فيها موتور الكورفات الزد ار1. الموتور فاكر جامد أوي. البويك بقى دي بقى 7100 سي سي 8 سلندر، بتدوس بتلاقي المركب دي بقى شفاطتها رفعت كده وشها قدام كده بالظبط توجهت. كده بالظبط كده. فانا بحكي لك على الاحساس بتاع الدايفرسيفيكيشن. وخالي كان معاه النورث ستار الكاديلاك، تمام. فدي كان 8 سلندر فرونت ويل درايف، فبتلاقي يعني العربيه دي انا كنت بستغرب شكلها قوي وانا صغير، كنت مش متخيل ان عربيه بالحجم ده ممكن تبقى امامي. بعدين في مره حد دايس طبعا، هي بتتلكك في تورك ابن لذين، فجي طالع بيها من جنبي كده، راح دايس، لقيت الحاجه اللي قدام هو اللي بيأمرك، وهو اللي راكبها مش عايز يأمرك ولا حاجه، هي قويه جدا صح. قعدت اقول ازاي في كبارن في الدنيا مستحمله 100%. فانا بحكي لك على احاسيس المواتير المختلفه بفرونت اند رير. تمام. درايف ترينز والويتس بتاعت العربيه، ودي عربيه معموله ودي عربيه اوريجينال والكلام ده. في 2013 سافرت تكساس مع واحد من اكبر مجال العربيات في الشرق الاوسط، اسمه فيصل خلدي. ده صاحبي من المدرسه والجامعه وكده. ده بس هو اسمه مش مصري، لا كويتي. باين من الاسم كويتي. وهو يعني ما شاء الله النهارده يعتبر عنده اسرع جي تي ار في المنطقه، اسرع ديابلو اسمها دي هاريكان في المنطقه، اسرع فايبر في المنطقه كده يعني. الله اكبر. فكان العالم ده بالنسبه لي انتاتشد، اللي هو التيونينج بالكونسبتس دي. رحنا تكساس بيحصل فيه حاجه اسمها زي كورتر مايل ريس، بس 8 مايل ريس. 8 مايل ده بقى هو ده بقى بتاع السوبر كارز كلها، اللي هي 8 مايل دراج دي بس مستقيم 8 مايل ستريت، فاهم؟ بيبقى فيه انا اكتر حاجه كنت سمعت عنها مايل 8 مايل دي كتير جدا، تبقى العربيه قفلت وخلاص. لا مش 8 مايل، 1/8. كورتر از 1/4. ده دبل المساحه بتاعته. اوكي. فانت بتشوف بقى في الفتره دي بقى كل العربيات اللي هي اقوى حسنه في العالم موجوده هناك. تمام. بس ستريت كارز. تمام. مش تراك كارز. عربيه شارع وصلت لمستوى خارق. بالظبط كده. تمام. فكان ساعتها الكونسبت في دالس بريفورمانس. احنا رحنا الجراج اسمه دالس، كان في تايلر الله يرحمه ده بتاع صاحب المكان. تمام. وفيسا كان مديله الجلاردو. الجلاردو دي احنا رحنا شوب، اكبر مروحه شفتها في حياتي في مكان. مروحه اللي هي مروحه سقف. هم الامريكان لما رحت كنت مصدوم، تحس مروحه هليكوبتر محطوطه في هليكوبتر فوق. هليكوبتر فوق. شفت ساعتها 458 فيراري طالعه من موتورها وبيركبوا لها تربوهين. طبعا انت بالنسبه لك اصلا انتوا ازاي جالكوا قلب تفكوها؟ ده عالم تاني خالص. يعني انا بكلمك على دي حياه اللي احنا عايشين، اللي انا عايشه، اللي حكيت لها لك في الاول دي السايار والبلاي ستيشن بالظبط كده. ورحت لقيت في حاجات بقى، ورحت ده البلوغ بقى، فاهم يعني العالم التاني. وصلت للحته اللي هي بالظبط. فرحت مع فيصل، ما ننساش نزلنا في الدبليو اوتيل، نزلنا خدنا اجر ام 5، رحنا بيها الدالس بريفورمانس تايلر. لقيت الثلاثه هاريكان متسابين والفراري دي متقلعه خالص ستريبت اوت، والانجن بره وتربوين بيركبوا فيها. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده كله. واحده تانية واقفه، منظر شوكينج. منظر مهيب. اللي انا مناظر العربيه دي بنشوفها فين؟ في دبي وفي معرضين البيع، بس مش كلهم في ورشه معمول فيهم الكلام ده كله. فكان في السباق ده، ففيصل كان المفروض يجرب العربيه قبل السباق اللي هي الجلاردو. تمام. الجلاردو دي كان توين تيربو ساعتها. وانا بركبت معاه في الشارع، خدت منه اشاره لاشاره، دوسه بقى اللي هي زي بتاع فاست اند فيوريوس بقى. دوسه مليانه على الاخر. هو كان بيعمل تيوننج ليها، فبيطلع بيجرب 3 حاجات. كان ساعتها اللي هي رولينج انتي لاج، اللي انا ما اعرفش يعني ايه رولينج انتي لاج. وهي ماشيه بيشوفها لاج. الزمن ده انا مش فاهم حاجه. طبعا كلمه الانتي لاج ساعتها اصلا محدش فاهم ايه ده اساسا بالظبط. يعني ايه انتي لاج ده، واللونش هيمشي ازاي، والسيت اب بتاع البوست باي جير. بتادبت نفسها مع الجيرز، البوست نفسه بيتغير. فهو طالع بينا في الاشاره او الحاجه، رحت طن 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 كده العربيه اول ويل اصلا، فنبله. فانا صدري اتخرق، حصل فيه احساس
عمري في حياتي ما حسيته. وسويت اقف ايه يا عم، انت اللي بتقول له؟ انا مرعوب، انا بقول لك انا بخاف اصلا اركب جنب حد. فتخيل تخيل بقى بالقوة دي. تركب عربيه ساعتها كانت 1280 حصان ويل. الكلام ده كان سنة كام؟ 2013 ده بعيد قوي على الارقام دي. يعني من 11 سنه. من 11 سنة سنه 1280 حصان ده رقم كبير فاهم. أوي. في الشارع انا نو كومنت خالص. قلت له رجعني، قال لي استنى بس انا مخصمك استنى كلمنيش تاني فاهم. فاهم. قال لي استنى بس لازم اجرب حاجه تانية اللي هي كانت الرولينج انتي لاج. فانا ماشي مره واحده تا 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 العربيه بتطير فاهم. طن 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 يا نهار اسود ايه ده فيصل ما تنزلش العربيه دي بكره، ما تسوقش العربيه دي. انت بتخاف عليه هو شخصيا؟ يعني مش مصدق. يعني انا جاي راكب ام 5 جاي له بام 5 النيو جنريشن، فدوسه الام 5 مرعبة اصلا لوحدها. انت مش متخيل بقى إن دي مينيمم 10 اضعاف احساس الام 5 اللي انا لسه واخده وانا راكب باسنجر برضو جنب، هو اللي سايق جنب الاحساس اللي انا واخده دلوقتي فاهم. فقال لي كده انا مش هسوق، هو اللي هيدخلوا السباق انا هم اللي هيخشوا الجراج نفسه اللي الجراج. انا مش هخش. ورحنا بقى ستريب، شفت فيه بقى الاغنياء بقى بتوع هناك بقى الهنود اللي هو الهنود الحمر بقى اللي جايب عارف الموبايل هومز دي العربيات الكبيره قوي دي فيها بيت كل حاجه في البيت. تخيل بقى هو اللامبو راكنه جواها فهو فاتح من هنا البيت تلاقي اللامبو بتطلع كده بهيدروليكس وتنزل والناحيه التانية جولف كار وموتوسيكل ومن فوق تقلب تنت وقعده وبتاع. دول بقى اكيد عندهم بول فوق بقى في كل حاجه بقى. كنا بنهزر من شويه دلوقتي ما بنهزرش. كلام بجد. انا قاعد بنظر يعني كل المتسابقين كده بقى زي ما احنا مثلا احنا ريفت اب عندنا وكل المتسابقين وقاعدين وجاهزين في البارك فورميه بس عشان اصلا لما تخرت المقارنه حزنت فاهم. اقول لك هو ده بقى اللقطه بتاعتهم. وكله بقى لامبوهات وفايبرات وسوبرات وايفوهات ويو نيم ات. في بقى كله رولينج وستاند ستيل وفي رير ويل درايف وفي فور ويل درايف. مفيش فرونت طبعا. مفيش في الحصانه دي. لا مفيش فرونت. فلقيت ان العربيات دي بتستخدم بحاجات مختلفه عننا. يعني كان في واحد معانا في الجراج معاه جلاردو تيربو برضو زي مع فيصل بس مانيوال. فالراجل ده كان عاوز يدخل السباقين اللي هو الفرونت والرير. فتخيل فك ايه الكورونا اللي قدام الكردان نزل بيها السباق التاني وعربيه لفت منه بقى في التراك وطلع بقى قلبت بقى ريل ويل بقى. هو ما ده انت بتسابق بسيت اب معين احساس. هو غير ده بالكاوتش التاني وبتاع ودخل راحت منه وعادي فن والناس مبسوطه وحياه زي الفل وادرينالين طبعا للسما. انا قاعد في الجنينه فاهم قاعد مع نفسي مش مصدق. اوري لك فيديو الجري يعني من 2013 على التليفون مش هتصدق. معاك لحد دلوقتي؟ معايا ميموريز يعني. فرجعت من السفريه دي لقيت ان الايفو دي اضعف عربيه. يعني هي ايفو سوبرا R8 اسمها ايه جلاردو R8 GTR فايبر. اوكي يعني فايبر كان الفايبرز بس عشان انا بتكلم عشان هم خلفي بس عشان ريل ويل اما دي في الكاتيجوري بتاعتها. اوكي انا بحكي لك الرانكينج according to الاوفرول المنظر بتاع الباور مين اللي كسب ايه ساعتها يعني. فراجع من هناك ما بتكلمش فقط حصل تذوق والنطق نفسيا يعني خلاص. يعني عرفت ان كل اللي انت بتعمله ده ولا حاجه خلاص بالظبط كده. ساعتها قعدت افكر اعمل ايه. عربيه فيصل عملت ايه طيب ساعتها؟ لا ما كسبش. يعني بص الرعب اللي انت حسيته ده كله معنى كده بقى الباقيين كانوا عاملين ازاي فاهم. ما ساعتها احنا كنا ضد فريق تاني اللي هي شركه تانية اسمها اندرجراوند ريسنج. تمام. دولت اللي هم مكملين دلوقتي الاون توب يعني. تمام. اندرجراوند ريسنج ساعتها كانوا بي اوفر بوست العربيات
بطريقه في زماننا احنا بقيت افهم ده، اللي هو عارف لما تلاقي العربيه مدخنه ابيض جامد ليه تبقى ملايين، بس اللي هو قارص فيها كل حاجه عشان يكسب، مش مهم الموتور، هتتكسر في اخر الدراج مهم. بس اكسب. وهو هيعمل لك ريبيلد بس يكسب ياخد نمبر 1. فده كان الخناقه بقى ساعتها وبين دولت ودولت يعني. بس هم اندر جراوند كسبوا مش دالس تمام. برفورمانس ساعتها. بس رجعت مصر فعمال بفكر اعمل عربيه ايه بالهبل ده. سافرت دبي، رحت اشتري جلاردو برضه عشان اعمل الكونسبت دي. لقيت مفيش حاجه اسمها، قالوا لي في حاجه اسمها في بي ريسنج هو اللي بيتحط مكان البنزين. في بي ريسنج ده لقيت حاجه اسمها سي 16 ده نوع بنزين اللي بيركب في العربيات دي عشان تعرف تطلع على الباورات دي والكلام ده كله. رحت قابلت في بي ريسنج عشان احاول ادخل مصر البنزين ده. طلعت قصص غير عاديه، قعدت مع شركه على بقى بتروليه وقصه فلقيت ومفيش حد يعرف حاجه اسمها ايثانول ولا الكلام ده كله هنا في مصر في الزمن ده. فلقيت فكره اللي انا اجيب الحاجه اللي بالباورات دي محتاجه الفيول ده ومش هنعرف نجيبه. فخلاص الموضوع ده اند اوف ستوري. رحت سافرت امريكا تاني، اشتريت شيلبي جي تي 500 ماستنج. اوكي. رحت كانت لسه بقى طالعه الايديشن. واضح ان انت ذوقك كمان عمال يروح في كل الاتجاهات. بالظبط كده. يعني انت عايز تركب امريكاني وحابب الالماني والياباني يعني انا بحب العربيات. اسالك على التشكيله اللي عندك يعني. بالظبط كده. احكي لك ده كله دايفيرس من ناحيه انا بحب اللاف اوف كارز يعني. تمام. وجبت رام ساعتها وعملت ليفتنج كيت حاجتها جبتها من امريكا وعملت كونتينر مليت فيه الشلبي بتعديلاتها بحالها. وابتديت بقى فكره اوف رودنج سيزون بالرام وموتوسيكل رابتر وبتاع وبالعيله بقى الكونسيبت ده واخواتي واصحابهم وكده في الشتاء. تمام. وفي الصيف جبت مركب وويك بوردنج وكده والماستنج. انا عايز ابقى عندي كل حاجه زي الناس اللي هناك دي بس بعيد بقى عن اللي انا شفته مع فيصل والناس دي بقى خلاص. يعني الصوره دي ما فيش. كل ما اسافر اقابله مثلا في دبي ولا حاجه يبقى معاه عربيه من العربيات دي وياخدني واحده في الشارع لفه ارجع مبلم يجيب لك لخبطه. فهو باع الجلاردو سوري يعني خلى الجلاردو جاب هوريكان وعملها الهوريكان 2000 وي حصان. ودي اللي انا جربتها بقى في دبي في الشارع. الارقام عجيبه جدا من كتر الجي فورس فيها العربيه. الفيول سيستم يعني في لفه معينه قطع مش عارف يوصل لمكانه من كتر ما الدنيا مشدوده. الجي فورس مع اللفه في النفق حصل اللقطه دي طق يعني طق دي ماتت ورحت زي انا قلت فيصل روحني انا خدت تاكسي وروحت. ما قدرتش مخي خلاص ما استوعبش الهبل اللي بيحصل. رجعت مصر لقيت ايفو للبيع. رحت قلت هي دي البروجكت تعالى نبتدي بقى. بالظبط كده. رحت كان صاحبها اسمه اول واحد كان شريف حشاش عملها في امريكا واديها لمحمد تتش ليها. وبعد كده انا خدتها من تتش ده بقى. هي ايفو بس ايفو عاديه ايفو عاديه عامل لها تيون بسيط. كان ساعتها هي ايفو كام؟ ايفو 7 2001 اوريجينال بقى. تمام. كنت بشتري دي يا اما اشتري ايفو 10. تمام. بس الايفو 10 كان مشكلتها في الفتيس بتاعها انا سمعت عنها معقده اكتر وتفاصيلها فرحت جايب الايفو 7 دي. تمام. اول ما جبتها يا معلم فرحان جدا بقى. والكونسبت ده بدوس بالعربيه ضعيفه جدا. انت برضو رحت يعني في حته تخلي اي حاجه بعد كده ضعيفه. ما الشلبي برضو 8 سلندر 500 وي فدي مقارنه بدي مش موجوده. فقالوا لي في واحد بيتون وكده وعامل لها فايل قصص بقى دي بحكي بتيجي لك بقى المشوار ماشي ازاي. رحت لواحد اسمه آسر اللي هو PBA عامل فايل. طلعت بالفايل جربت العربيه واو غيرت. يعني هي نفس العربيه مفيش اي تعديل غير الفايل ده. العربيه احاسيس مختلفه تمام. فابتديت اشوف ايه اللي بيحصل لي. ايه تاني ممكن يتعمل؟ تاني يوم قلت هطلع الصحراوي بيها. واقف في البنزينه الراجل بيقول لي يا باشا احط لك منظف رشاشات وبتاع. لا يا باشا احط ربنا يسهل لك.
حط الحاجه، طلعت الموتور ضرب الله، حط منظف رشاشات فين؟ في الايفو اللي هي التربو البتاع، فاهم؟ منظف، انا كل ده متخيل مساحات. لا لا، راحت طخ موتور طار. انت بتوجب معاها، انت كنت بتوجب معاها، فاهم؟ بالظبط كده. نروق على الله الرشاشات. ينور عليك. بنروق على الرشاشات without knowing طبعا ان ده مش صح. طك طك طك، جاب بقى عربيه ناموس بقى ماشيه ورايا، دخان ابيض وبتاع الصحراوي. انت كنت طالع اصلا تجرب؟ طلع اجرب العربيه بعد بقى ما لسه متوه بقى. احساس خطير بقى، مبسوط انت عايز تستمتع اكتر، فرايح بقى للصحراوي في سكه طويله. بالظبط كده. فانا الموتور بقى حصل فيه المشكله دي وبتاع، فابتديت اذاكر ريبيلدينج ازاي نعمل ايه. فقالوا لي هنوديه لجراج اسمه سام جراج في دبي. هو كان تنس هاي، هما الاتنين اقوى اتنين في الايفوهات وكده. وسافرت ورحت وديت الموتور وعملنا الموتور والقصه دي على اساس ان احنا نوصل 700 حصان ساعتها. انت هتريبيلد بقى الموتور من الاول عشان يستحمل الكلام ده. بالظبط. تمام. جبنا الموتور وجينا ركبناه وبنتون ونعمل طخ راح ضارب. في ساعتها على طول انت عديت 800 كيلو في الشارع وبتاع، طخ الموتور راح مطرش. انا بقيتش غلطة مين بقى؟ تيونر بقى مع ميكانيك وات ايفر. رحنا عملنا موتور تالت، ده التاني ده التالت، ومتارجتين برضو 700 وبتاع بنفس الحاجة. راح حصل فيه مشكلة كمان بعديها بشوية. فانا اعصابي خلاص بقى وفلوس ووقت طبعا. قعدت بلعت فلوس الموضوع، ما هبل. قابلت مع واحد صاحبي قال لي انا لسه جايب عربيتي من الاردن ووديتها، كانت ايفو 9 كان اسمه دكتور عمرو، وديتها الاردن وعملتها هناك في جراج NMK بتاع احمد دحام. اباني يعرف دحام ووكيل يعرف دحام، كلموني دحام جاي تعالى في وكيل مين؟ احمد وكيل. السوشيال ميديا احمد وكيل بس في انت عارف في مهندس احمد الوكيل برضو اتعرفت عليه في النص بس ما مشيناش مع بعض في مشوار يعني. تمام. ورحت العبالي المزرعة عنده، وكان عامل قعدة فيها حكم ربيع ووكيله بتاعه، وكان فيها دحام، وكان في سباق وبتاع. فحكيت له على الوضع اللي عندي وكده، قال لي بعت لي العربية بقى وهظبطها. تمام. رحت موديها العبارة وناقلها هناك وموديها، واستلمها واحد اسمه صبري ميكانيكي الواو بتاعهم هناك. وعملنا اول 750 داينو هناك ببنزين هناك بايثانول هناك. ما تخضنيش عشان الكلام ده ابتدى يبغوشني. كلام موضوع هناك ده حاسس ان احنا هنيجي هنا في حاجه بقى. الكلام ده 2015. العربيه جت هاي كومبريشن عشان البنزين اللي هنا مش نافع يكوب مع الكومبشن ده عشان يؤدي الارقام دي، وما عندناش داينو هنا، فالعربيه انا شايفها اضعف من هناك. فقالوا لي لازم تجيب ايثانول. مفيش حاجه اسمها ايثانول في البلد. لسه اختراع. روح لمين بقى؟ للناس اللي في قصر العيني اللي بيعملوا مواد كيماويه، اللي بيوردوا بيها كيميائيين للمستشفى، المستشفيات والكلام ده كله، ديترجنتس. واخد منه ده بقى جاي من القصب، ده جاي من البنجر، ده جاي من معرفش 70% ايثانول 74%. حط شويه برسيم بقى بالظبط كده. اقول لك كوكتيلات بقى بزمن ده. وابتدي انا اقعد ارمي شويه في العربيه في التانك واشوف العربيه هترياكت ازاي، ويدخل معايا تيونر يبقى جاي هو بقى عشان يجادج سباق، فيتونها بقى على نوع البنزين اللي قدامه والايثانول اللي قدامه. القصه دي شويه حصل مشكله تانية في الموتور. فرحت بقى جبتهم وبنينا بقى الموتور القوي ده، وابتدى ده كده الموتور رابع. آسر بقى هو اللي يتون العربيه. اتعملت هنا بقى دي ما راحتش هناك بقى. اللقطه دي احنا كنا لازم نعمل هنا بقى عشان ما نحصلش اختلافات تاني، نبني هنا ونجرب هنا. كان في عمر مجدي ده عمر صاحبي يعرفه من زمان، وهو اللي شفته بالعربيه اول مره عند آسر. هو اللي هتشوف بالعربيه، هو صاحب العربيه الاساسي تقريبا. شوف عمر بقى عاش لقطه كل المشاوير دي
هو كان اوفرلوكينج على البروجكتس وهي بتحصل، فخلاص هو عنده النو هاو وعنده الصنعه. فعملنا بقى الموتور ده هنا، وآسر هو بقى اللي تون، وخدنا عشان كان الداينو بتاعه لسه بيشتغل، وابتدينا نجيب الارقام اللي انت بقى ابتديت تشوفها يعني. بس كانت مشكلتي ان الجراف بيبقى ماشي كده، ويجي النقله يروح نازل كده وطالع كده تاني. الوقت ده بقى بيموتني انا بقى من جوه. لا جايه بنت لذينه في النص ان انا كنت اجري معايا موتوسيكل، انا وهو ندوس، اروح انا اعمل كده، تيجي تنقل اجي انقل، هو جاي لي هنا، اجي انقل تاني اروح جاي له هنا، ينقل تاني يروح جاي لي، بقينا ايه في الحته انت عارف انها رايحه منك على الفاضي، هتجننك. في الوقت ده بقى واحد صاحبي تالت اسمه طارق ايوب، ده جاب ايفو 10 وراح وديها على طول على تنساي، وعملها بقى ايه، قال له تشيك ليست، فجابها بسيكوينشال وموتور بقى القوي والكلام ده. فكلمني قال لي تعالى جرب بقى. ركبت معاه العربيه، شفت السيكوينشال ده بيعمل ايه، الحته اللي ضايعه منك راحت فين. قلت له انا عاوز الجهاز ده بيختار هذا الشيء، انا عاوز الجهاز هذا الشيء ده لازم في عربيتي. بالظبط كده. رحت بقى كلمت NMK، جابوهولي من دبي، بعتولي على الأردن، زردق حبيبي وهيثم جايبين حاجتهم، جابولي ده معاهم وخدته، رحت حطيته وركبته، ومع واحد اسمه أبو جانتي من الناس الكويسة برضو هناك، اسمه وده مع ده مع ده، وظبطت ايه العربية، وتونا الفتيس ده على اللينك اللي هو يعتبر ECU بس قديم يعني عن الموتك في الزمن ده، جنريشن على السيكوينشال، فكان ليها قصة كده. وبقت العربية بقى ايه، تمسك الموتوسيكل تروح مدياله بقى خلاص بقى بالعواميد بقى. اللي هو الموتوسيكل بكلمك هيبوسة اللي هو من الاخر مش موتوسيكل عادي يعني كبير الموتوسيكلات جه فده بقى طبعا الفترة دي كلها انت عمال تتعلم طبعا يعني ايه بقى سيت اب، يعني ايه تيونينج، يعني ايه تختار البارت، التربوهات، تكنولوجي بتاع التربوهات في السنين دي انا جايب مثلا 7 تربوهات مثلا، فاهم ليه؟ ان كل واحد كان بيدي حته انا بكرهها بيحلها في اللاج فاهم. طول عمرها مشكلتها لاج، فهو عميل طوال سلندر فانت مهما كان يعني دحام عمال بيقول لي حط نايترس عشان يقوم من تحت الحته دي الضايعه دي وبعد كده انا بقى هجيب انبوبه منين هدخل في نفس فكره الايثانول فاهم في الزمن ده تاني فلا لقيت خلاص هي دي اخرها كده وهتفضل كده في الحته دي. عملت لها من كام شهر دي تيوننج وقلتها خليتها 800 عشان انت وصلت على الداين وقدامك شفت 1000 1000 وي 1100 يعني 1000 وكسر صغير. تورك كان 1140 تورك ما شاء الله ما شاء الله، وكانت 986 ويل حصان ما شاء الله ما شاء الله. يعني رقم الألف مش في الويل هورس باور، رقم الألف لا في ال HP اللي هو الانجن نفسه مطلع في الكرانك نفسه 1000 تمام، بس الويل الصافي تحت 900 وحاجه، والتورك هو اللي كان اوفر شوتنج قوي عشان سيت اب الانجن. انا غيرت بقى سيت ابس كتير، عملت 2.2 2.4 2.3 سي سي ما بقاش 2000 خلاص عشان انا بحب التورك من الامريكاني والكلام ده كله. تركب حاجات 7100 سي سي بتاع انت عاوز تورك دي ميته بالنسبه لك يعني. العربيه دي في ليها ارقام بقى 0 100 عمري ما عملت بيها لونش. دراجي ما جربتش عليها دراجي 100 200 كانت احسن رقم جابته كان 4.1 وكان في الصيف كان درجة حرارة كان ساعتها 36 بالليل، كان رقم جو اسقع تبقى احسن. وكاوتش يختلف. احنا بنتكلم كده 4 وشويه من 100 ل 200 ده، احنا بنتكلم مثلا 3 مثلا من 0 ل 100 ما اعرفش اعتقادي كده. اصل دايما من 100 ل 200 اصعب شويه عشان مقاومه الهواء وحاجات كتير. فانا متخيل ان تحت ال 100 كمان لا رقم يعني هتلاقيه. تعرفش توب سبيد كام؟ ما في السيكوينشال كان ليه الاوبشنز ان انا اختار التوب. اخر الموضوع فين؟ انا جبت واحد 276 على اساس ان انا مش عاوز يعني كفايه كده يا رب كفايه كده. والمشكله بعد ما العربيه بقت قويه جدا هي بقت تفصل بسرعه جدا يعني بتخلص اللي هو فاهم. فتحس ان انا انت مش مصدق انت مش السرعه دي يعني.
دي قصه الايفو. الايفو انت دلوقتي انت عندك الايفو وعندك ما شاء الله الاستون مارتن، وعندك حاجه امريكاني كامارو احنا قلنا. عندي كامارو 71. يعني اصل هو من ضمن القصه بتاعتك انك لازم يتعرف انك كوليكتور، انت مجمع اكتر من عربيه من كذا يعني فاهم. جي دي ام بالظبط وبريتش ويعني بالظبط. الحمد لله من القديم عندي. هو انت درايفرز امبيشن بالظبط. تمام. ليه سميته درايفرز امبيشن؟ ليه ما سميتوش حجازي سكار مثلا، او يعني او سميته على اسمك حجازي او حجازي وخلاص؟ جت منين المسمى ده؟ المسمى ده انا اللي طلعت بيه. تمام. بس كنا في مكالمه انا وعبد الله اللبودي ومراتي وامي وكنا كذا حد. الله ده العيله تدخلت في عشان عبد الله هو يعني انت فتحت بند بتاع درايفرز امبيشن. درايفرز امبيشن هو اصل البيج بتاعتك اسمها كده مظبوط. بس الكونسبت ده كان عبد الله هو اللي عاوزني اعمل موضوع البيجز. فاحنا عمل في الاول لكل عربيه من دولت بيج. تمام. عمل للايفو بيج، تمام، والشيفال بيج، وانا ما كنتش لسه يعني مش عايز احط حاجه تانية. لا اتعامل معاهم على ان كل واحد فيهم كاركتر لوحده بالظبط كده. أوكي. فهو اللي كان ماسك السوشيال ميديا وماسك التصوير وماسك الحاجات دي كلها. فهو اللي كان بيزق ان انا كان معايا الايفو دي ساعتها كانت تعتبر اقوى عربيه في مصر باي فار في وقت ما. لكن انا ماليش في السوشيال ميديا ولا ليا في الظهور ولا وانت مش فارق معاك الموضوع، انت عايز تتبسط بعربيتك ومش مركز في حاجه. انا عربيتي لما جربت مع موتوسيكل وشفت اللي بيحصل، وجربت مع فراري وشفت اللي بيحصل. جربت مع فراري ايه؟ 488. حصل ايه؟ الراجل راح باعها. يا ساتر قفلت الراجل نفسيا. الراجل ما صدقش. هو كنت انا في يوم ما قابلته في بنزينه بالصدفه وانا راجع من الجيم الساعه 7 الصبح، فركنت جنبه. فنزل الراجل قاعد بيشرب، راجل كبير سن بيشرب سيجاره وبتاع، بيتفرج على عربيته. قلت له ما شاء الله عربيتك حضرتك؟ قال لي قلت له جميله بس للاسف بطيئه. فبص لي كده قال لي راكب ايه يا ابني؟ بالظبط. قال لي وانت عاملها في الحرفيين؟ خدها بيرسونال يعني. انا بنكرش على الصبح يعني فاهم. فقال لي انت عاملها دي في الحرفيين دي ولا ايه؟ قلت له الحرفيين بتاع بلاد تانية بس مش بتاعت هنا. فقال لي يعني بتجري يعني؟ قلت له بتجري. هو بقى انت يستفز فاهم. قال لي يعني هتبقى اقوى من الفراري؟ قلت له اقوى من الفراري. انا عمري ما جربت مع عربيه. فقال لي تطلع تجري. هو خرجت راجل من وقاره بالظبط كده. ساب وقاره وقال لك انا هقوم بقى. كنا تشيل اوت اللي هي اللي جنب فراري اللي في اكتوبر على الكوبري. طلع فهو عربيته سبايدر من غير السقف. بصيت لي وقال لي دوس. لو اروح وهجيبك. قلت له حضرتك اتفضل دوس والله انت الاول عارف انت. بص لي كده فاهم وراح دايس. وانا دايس مع فرق اللاج والفراري. فانا استغربت لقيته هو طلع مني حته صغيره كده اللاج بس الاولاني. ولقيت نفسي بشرب باجي. حطيت التاني لقيت نفسي جنبه. التالت لقيت نفسي بقى في الرابع. لقيت نفسي بديله عربيه ونص. خامس العربيه فصلت. راح هو جاي بقى على المنزل فاهم معدي. فداخل عند اليوتيرن بيبص لي بيقول لي انا كسبت. قلت له حضرتك لو انت شايف ان انت كسبت انت كسبت. قال لي تاني؟ قلت له تاني. على المطلع بقى راح من الاول بقى انا محضر لها بقى فاهم. رحت طن طالع ورحت مور بقى خلاص. هو بقى جاي بقى فاهم طاير. راح ما ركنش ومشي وخلاص. بعد كده عرفت العربيه اتعرضت للبيع. لا تاني يوم انا كان معايا بورش تيربو كاين ماجنم تك ارت اديشن. ما شاء الله. فدي كانت ساعتها يعني لقطه حلوه. فبالصدفه تاني يوم قابلته الصبح. تعالى يا عمو تعالى. بالظبط كده. فهو راكن فرحت منزل الشباك. ازي حضرتك عامل ايه؟ بص كده انا ما اعرفكش. قلت له فاكر حضرتك امبارح عربيه كان في عربيه لانسر لانسر بس. هو انت ايه ده عامل انت راكبه ده وبتاع؟ قلت له طب وريني العربيه دي. فركب معايا بقى وجات انتروديوست يعني للكيان التربو قصتها وبتاع ان هو بيحب العربيات. وبقينا فريندز يعني ساعتها. وباع العربيه وجاب ايفو استون مارتن فانتج وعاديه.
وجي تي 3 وبتاع، يعني بعد بقى من كونسبت الباورات دي لكونسبت تاني يعني. تمام. بس فدي كانت بالنسبه لي اكسبيرينس مرعبه يعني. نرجع بقى لحته درايفرز امبيشن. البروفايلز. درايفرز عبد الله بقى هو اللي عمل الكونسبت ده، وهو اللي كان ماشي ده. فكل شويه كان يقعد يقول لي ايه، مش هينفع يبقى عندنا بيجين كل شويه حاجه عليها بالظبط، تشتيت. فلازم تعمل واحده مجمع، هنسميها ايه؟ فكان الكونسبت اللي هو يسميها حاجه ليا انا بالظبط. وانا مش حابب اظهر في حاجه بالشكل ده يعني. تمام. فان انا مش يعني اون سوشيال ميديا. فمن هنا انا جا في دماغي فكره ان هي ليها دعوه بمين؟ بالدرايفر. تمام. وانا بالنسبه لي عندي امبيشن ان انا كنت يبقى عندي اكتر من حاجه وطموح. فرحت مسميها درايفرز امبيشن. تمام. من هنا جت من هنا الكونسبت دي. وصراحه هو عرفني بشباب كتيره جميله، وشباب دي حبوا يصوروا الحاجات اللي عندي ما شاء الله. فمن هنا عملنا التيم. انت بقى عندك، انت بعد كده جينا في مره كان في بينا مكالمه قلت لي انك عندك تيم كامل. بالظبط كده. فبقى التيم كامل ده كله من ناس شباب صغيره وشباب كبيره عندهم موهبه وعندهم حب الحاجه دي. فجمعتهم وادينا لهم الفرص بتاعه التعرف على استاذ يحيى رشدان، استاذ زردو، استاذ. فالناس دي تعرفت على الشباب دي كلها، ومنها ابتدوا يطلعوا منافسة بينهم في أحسن أنجل، أحسن فيديو. يعني عندي أصغر واحد عندي في الفيديوهات وفي الصور بتاع أوكي. أصغر شاب عندنا اللي هو حمزة أبو الحسن، أحلى صور رولينج في مصر ما شاء الله، باي فار ما شاء الله. فاهم يعني. ده واحد كذا. عندي مثلا محمد تعمى بيعمل فيديوهات اديتنج بقى بفكر طالع اوت اوف ذا روف. سراج بيعمل ايه، علي بيعمل ايه، احمد ابو الحسن بيعمل ريفيوهات ازاي. كل واحد بقى عنده هيز اون بيج. كل دول تحت درايفرز كل واحد لوحده. لا بس هم تحت الامبريلا في بنكولاب مع بعضينا، ننزل في ايفنت كلنا از وان ستراكشر وان تيم، ناخد الماتيريالز دي بنعملها مع بعض كولابوريشنز ليهم، بلس هم تفتح لهم فرص شغل من خلال الحاجات دي كلها. ده عنده معارض بيصور لها، ده عنده ايفنتات كذا، ده بيعمل كذا. فشباب في الجامعه وشباب شغالين وكده. فكرييتد ا نايس انفايرمنت وهيلثي انفايرمنت للنيو جنريشن ده لبرسو الباشن بتاعه في اطار صح مع الناس بتفكر في السيفتي وبرضو الامان ليهم ولينا وكده. وانتجنا منها حاجات متعدده لطيفه يعني. بمناسبه بمناسبه ان احنا قلنا يحيى رشدان وجبنا سيره وكيل يعني كده، كلمني عن عيد ميلادك. ما هو دي من الحاجات برضو اللي انا عرفتك بيها، ما كنتش عارف انت مين. يعني انا عرفت ان في شخص عيد ميلاده ما كانش عيد ميلاد. يعني ايه يا جدعان العيد ميلاد السباق ده ولا عيد ميلاد ده ولا وقال لك دراك بقى، كانت هيصه يعني. كان يوم كل ده على فكره انا كنتش لسه اعرفك، فانا يعني ما قدرتش اربط بينك وبين الاحداث دي غير بعد فتره. يعني انا عرفتك كحجازي. بتكلم وبنتكلم وبتاع زي كده، ايه ده هو حجازي كان صاحب العيد ميلاد بتاع الدراج، ايه ده هو حجازي صاحب الايفو كده، فاهم كده. ايه اللي حصل يوم العيد ميلاد ده؟ مفيش. وكان عندك في المزرعه. ايه اللي حصل بقى؟ كنت قاعد في بنك قبل عيد ميلادي بيوم. تمام. مستني دوري. مراتي تكلمني تقول لي هتعمل ايه في عيد ميلادك وبتاع، عايزين نخرج ونعمل. قلت لها بقول لك ايه، انا جا في دماغي فكره. خير افكارك كلها. ايه يا حبيبي هتعمل ايه؟ قلت لها هعمل يوم ما حصلش. فقالت لي هتعمل ايه؟ قلت لها هعمل 1 2 3. قالت لي ازاي ده انت عيد ميلادك بكره؟ ما هو عشان كده. قلت لها لا انا قررت دلوقتي ان انا اعمل حاجه. الصيد انا قررت كده. فاحنا شغلنا اوتيلات وكده وزراعه. وانا عندي الطريق في المزرعه ده كيلو اسفلت 6 حارات يستخدم. ما شاء الله. عندي طوله قد ايه بقى؟ كيلو 0.9 اكزاكتلي. 0.9 اسفلت تدوس وتفرمل فيه كل حاجه. وعلاقاتي بقى طيبه. عبد الله فوزي
بيعملوا الطرق وكده. كلمته عبد الله عاوز بكره الصبح العده اللي عندك تنظف الطريق مع عماله من عندي تنزل تعمل. نظفنا الطريق، عبد الله جهز التيم وجيب شباب ريكروت تيم، هنعمل الاسفلت ايه وهنعمل تراك وحط البرنامج. وعبد الله تك ذا انيشيتيف وظبط التيم الميديا هيبقى ايه وهيقف فين ومين نزل جاب الموضوع قلب جد اليونيفورمات خالص بقى. كده اه فاهم. الو يحيى، الو وكيل، الو فلان فلان فلان، انا عامل عيد ميلادي بكره في المزرعه، تعالوا عربيات. تعالوا بقى نقضي اللقطه. فكان في فريق اكتوبر، الناس اللي في اكتوبر، وفريق التجمع. فاحنا head to كاكتوبر head بقى. ظبطنا النقطه. كلمت سعداوي، اه سعداوي هات لي 4 شباب حبايبك بتاع نطلع نعمل بايكرز نعمل الموضوع. ومن هنا وزوردو جا وجايب عربيات الدريفت معاه يعني وقفتوا بس كانش معاكم طبعا تايمينج سيستم ولا حاجه؟ انتوا كده اللي هيوصل الاول. لا احنا عندنا في كل بوينت مصورين ومين واقف على الخط ومين بيعمل ايه في الاخر وقافلين الطرق. كان عندكم ريفرنس ترجعوا عارفين ترجعوا لايه. وعندنا فيديوهات بتاع الفينش لاين بالخط مين عدى ايه وبتاع، كل ده كان موجود. مين يوميها قطع المسافه دي في اسرع وقت؟ لا كوقت ما عملنا اسرع اكتر عربيه خلصتها بسرعه يعني. اكتر عربيه كانت تربو اس بتاعت محمد ابو الوفا. ما شاء الله، هي دي اللي كانت الوينر. وكان في بقى علي مراد كان جايب التربو اس ساعتها معدلها، وفي مودي كان لسه فاكك الاي سي يو ومعدله يوميها. مودي ده كارثي برضه، مودي كارثي بالام 4. وكل حاجه بقى كان ليها فن ان التيم كله في عربيات كتير بتكمبيت مع بعض. يعني وكيل كان جايبها ساعتها بال 350 زي. كان في الفي ار اس اوكتافيا كانت ساعتها ال 2000 سي سي فرونت وبتاع يعني، والام 3 البيضه زي بتاعت رامي. فقصدي يعني كان في حاجه كاتيجوريز بالظبط كده. وموتوسيكلات بقى بتجري مع العربيات او موتوسيكلات بتجري مع الموتوسيكلات يا عم ده الناس بقى لها سنين كانت عايزه تعمل دراج، ما تقول لنا ان انت عندك طريق جوه ندراج فيه هم 400 متر من 900. ما هو ده الكونسبت دي لازم تبقى بلان فعلا عندك، دي بلان حلوه قوي يعني، لازم تحطها في دماغك. ما فكرنا بقى وكبرنا الموضوع شويتين وكذا شركه جت عشان تعمل كذا حاجه. بس انا قلت خليه يوم كده عدى لطيف وهنكابيتالايز عليه ليتر اون سياسه تانية يعني ان شاء الله. حاليا العربيات اللي معاك ايه هم؟ انت الايفو لسه موجوده؟ ايفو موجوده والاستون مارتن. وكان في قريب في بيبي جديد، كان في فيراري جت قريب صح، في لا بورتفينو ام. وفي شيفال اللي هي اللي انت عارفها طبعا الافلام شيفوليه. شيفوليه. وفي كامارو 71. تمام. دي بقى بتعملها تربو وال اس. دي مشروع برضو يعني، بروجكت شغال عليه دلوقتي. شغال عليه. دولت الحاجات اللي ما احنا يعني احنا بنتكلم ان شاء الله نمسك بس الخشب، مش الخشب جامد اهو الحمد لله فضل الله. الحمد لله. وانت نفسيا بقى بتميل لمين فيهم اكتر يعني بعد ما قلنا كده؟ ايه اكتر حاجه فيهم بتميل لها نفسيا دلوقتي؟ الاستون مارتن. حتى انا جبت الفيراري وحاسس انها اجدد وبتاع، ستيل بتميل للاستون مارتن. الاستون مارتن عامله بلند مختلف لمصر، الاستخدام بتاع مصر واستخدام. بتتحرك بيهم كتير ولا الاستون مارتن اكتر واحده بتتحرك بيها؟ ثم الشيفال. يعني الاستون مارتن اكتر واحده، الشيفال بسافر بيها عادي خالص، تكييف بقى وزيز كهرباء ما شاء الله وعايش. بس يعني جوه البلد في الزحمه في المشاوير المعتاده بتطلع بواحده من دول؟ متهيألي ده مش توقيت مناسب يعني. على حسب فين يعني. مثلا انا جاي لك النهارده، لا مش عارف اركب بالظبط. انا بفكر هتركن فين تحت. المكان اللي انت مش عارفه كان بيبقى ريسكي جدا عشان كده جاي. لا بس الاستن خدتها طلعت بيها اسكندريه، نزلت سان ستيفانو وقعدت هناك وفي وسط البلد عادي. لا ما انت لازم خروجه زي دي لازم تصاحب حاجه من الحاجات يعني. بس قصدي يعني السفريه بكل حاجه مريحه. طلعت طبعا الموظف بالفراري من اول امبارح. لا طبعا مش هعملها تاني فاهم. ستاف فاهم كهرباء وسي اللي هو هي الايدنتيتي بتاعت الفراري عموما تحسها يعني تراك كار حتى لو عملوها للشارع. هي عربيه متعصبه بالظبط. لكن الاستون مارتن مورافاديلي وات ايفر يو وانت بلند في نفس الوقت باور كويس قوي.
ولكجري معاك كمان. اصلا انا بحب طبعاً. فكره الولاد يبقوا معايا، فدايما يعني دي او بورتوفينو كلهم فيهم الكرسي. الولاد في عندك حد من الولاد طالع بقى عجباه القصص دي ومايل؟ انا ربنا كرمني بليلي وزين، ما شاء الله. ليلي 3 وزين 2. لكن هم يعني زين عنده التيشيرتات بقى بتاع درايفرز امبيشن كلها عليها الحاجات العربيات وبتاع. انا عايز واحد. حاضر، ماشي أوكي. بس انت اجيب لك هودي بقى عليك يبقى احلى. ماشي خلاص. آه، انت أنت بعد قفله الصيف كده على دخله الاغنيه بتاعتك الجايه وبتاع اجيب لك اللي انت عاوزه مش طبعا. حقيقي. بتقول بقى ليلي وزين جايب لهم بقى اليونيفورمز بتاعتنا وطباعات الحاجه. عارفين بقى بابي بيحب العربيات لا ما هي ممكن تبص لك كده I don't like your car في وشك كده. بقول لها تاخد بالها بقى عشان الناس بتزعل. عملتها مره مع جيوشي، اسلام واحمد. اسلام كان جايب الفيراري الصفراء وجيوشي جايب اللامبو جراي كان لسه جايبها الهurricane. فاجي احمد جميل مع الولاد وبتاع، فعمل لي ولاد تعالي اركبي. No I don't like your car. ومنتهى الحلاطه. I like this one. على اللامبو؟ على الفيراري الفيراري، الصغرى عشان سقفها بيتفتح، فهي قاعده جوه راكبه والسقف شايفة الدنيا بقى. ففرحانه فاهم باللقطه دي وبتاع. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك. ربنا يخليهم ما شاء الله. بس. انت كنت جات فتره من قريب كده كنت ابتديت تتدرب شويه صح. كنا بنتكلم على شادي وبعد كده ايه حسيتك هديت كده. انت كنت في الفتره دي بتفكر في ايه ورجعت فيه ولا لسه ما رجعتش ولا ايه؟ هو الفتره دي كنا المفروض هقلب السيت اب بتاع الايفو اخليها تايم اتاك بالسيكوينشال كونسبت ده والموتور البيلت. تقلل لك بتاع 500 حصان مثلا بالظبط. هي كان المفروض تبقى 500 حصان اخرها. وابتدي انزل تايم اتاك بيها. وكنت المفروض هاخد عربيه من زوردو انزل عليها زي ما هشام خطيب بيعمل دريفت. اوكي. فجبت سيميليتر وعملت سيميليتر كونسبت ده تتمرن بالظبط. ومع شادي في التايم اتاك. تمام. وبعد كده حضرت كذا سباق ما اتبسطتش وشفت النتائج والمكاسب والخسائر وبصيت الموضوع ايفالويت. عملت الموضوع كالكوليشن تاني ما اكتر يعني شويه في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها في البلد وفاينانشال. عملت هولد شويه فلقيت ان القرار مش في ميعاده بالنسبه لي انا يعني. بس فضلت مع شادي شويه. بس فكرت فكره تانية ان انا ادخل ولاد كارتينج بدري. ده الفتره دي كمان في انتعاش قوي كارتينج. في انتعاش قوي قوي. هم لسه صغيرين قوي بالظبط. بس الكونسبت نفسه هم بيحبوا يجوا معايا سيميليتر يشوفوا يجربوا ده انترستد. طبعا حلو قوي. فيعني ده اللي فكرت فيه ليتر اون ان ممكن ادخل في التايم اتاك شويه اكتر من الدريفت. هو ده اللي هيبقى ألذ بالنسبه لي. شايف فيه تكات مختلفه شويه. يعني الدريفت في فاكتور كبير ان العربيه تكمل او ما تكملش سباق طبعا بسبب المشاكل اللي فيها والكوست بتاعته طول الوقت بالظبط ما بينتهيش بالظبط. مقارنه بالسبيد شايفه في فن من ناحيه السواقه. تمام. كومبيتيشن كلها ملي ثانيه بين فلان وفلان وفلان بالظبط. وسمول اديتيفز كان ميك ا ديفرنس. يعني كاوتش كذا او كذا او سسبنشن كذا او كذا. فدخولك الاوردر ده من هنا ولا من هنا بتاع. ففيها حته لطيفه تشالنجينج بينك وبين نفسك اتليست. الدريفت فيه فاكتور براك كبير قوي اللي هو ويل ذا ماشين فينيش اور نوت. يعني انا كنت مع دحام من الحاجات خلتني وقفت شويه الفكره دي. ان دحام مثلا بروح الاقي 3 كوارين مثلا 3 تربوهات 3 معرفش ايه جاهزين. فليه مثلا بيفك واحده سليمه مفيش حاجه بيركب التاني. فبقول له ايه ده عشان اعمل نفسي. ده 2 ريس ده 3 ريس ده لايف سبان. طب يا باشا did not fail يتجنن. مش عايز يفيل جوه بالظبط كده. فالفكر ده كله through experience طبعا المشاكل اللي حصلت له فبقى يعمل كده. بلس ان انت في سبونسرز وبتاع اللي بيعملوا. انا بالنسبه لي مفيش سبونسرز هيدفع الكلام ده كله. فعشان ابقى انا عاوز انا اسابق فين دولي يعتبر في the end of the game انت عاوز توصل هناك عايز تطلع بره. ده الطموح.
هسافر اجر لي عربيه هناك، او هاخد عربيتي اطلع بيها هناك، او مصاريف قد whatever. ايه بقى؟ بالظبط كده. ولو حصل العربيه باظت هتصرف عليها قد ايه تاني؟ فالتيم لقيت بقى ان مثلا واحد زي زوردو ما شاء الله بقى عنده مكان ايه، وعنده فريق ايه، وعنده وزورده بيتحرك معاه التراك بتاعته اللي فيها كل حاجه، تيم كامل. فبالنسبه لي سينج واحد زي دحام بيتحرك بالتيم ده كله ازاي في الدول اللي بره، وواحد زي زوردو مثلا بيتحرك ازاي لوكلي هنا بالحاجه ازاي. فلا الموضوع لو ما كانش عندك ظهر صح اللي تبني عليه الكلام ده كله، يبقى صعب ليك الاستمراريه فيه، هيبقى بالنسبه لك خساره. بالظبط كده، ومش هتكسب منه حاجه في نظري انا، مقارنه بالسبيد ان هو في فن اكتر وكده، والعربيه والريسك اقل والمخاطرات اقل وكل مش هتحتاج مشاكل زي المحطوطه هنا وهنا، ودي ممكن تولع في بسبب ايه، تانك ايه، عمل ايه. ياما شفنا فاهم. ففي المرحله اللي انا فيها دي لقيت ان النقط دي ما اتفتحتليش بوابها قوي، هي بوقتها كل حاجه بس بوقتها. فربنا كريم ان شاء الله ويرزقك التوقيت الصح. يعني انت شغلك اللي بره القصه دي انت اوتيلات. يعني عندنا حاجتين، جزء اللي هي مكان اللي كان فيه العيد ميلاد الدراج ريس ده زراعه وتصدير وكده، والجزء التاني اوتيلات وعقارات. عندكم بولز في الاوتيلات؟ يعني حجم عائلي ولا حجم يعني اجيب معايا المايو واجي انط في البول عندكم؟ اتفضل حضرتك. حجازي القعده للاسف خلصت، الكلام ما يتشبعش معاك يعني ما يتشبعش منه. اتبسطت قوي معاك والله، وانا اتبسطت جدا وحسيت بالوقت. لا مستحيل ساعه عدت يعني was nice يعني صراحه. انا اتبسطت جدا، وانت من الشخصيات اللي انا لما عرفتها عارف انت في ناس بيعدوا عليك كده بتعرفهم وخلاص، في ناس لما بتعرفهم بتبقى حاسس الناس دول انت بتحبهم، عارف. ربنا يديم محبه والله يعني الكلام ده دايما انا بقوله، بالذات انا وشادي، يعني حجازي جميل قوي كده يعني. ربنا يخليكم والله. فانا اتبسطت جدا بيك، وانبسطت بالقعده، انبسطت بالحدوته اللي ابتدت من حب العربيات واحده واحده وصلنا لحد فين. ده حقيقي. فربنا يوفقك دايما في شغلك وفي الحب، في الباشن بتاعتك، وفي الامبيشن اللي عندك ان شاء الله. واولادك ربنا يبارك لك فيهم يا رب، ونشوفك دايما على خير. هيبقى في بارت 2 ولا حاجه، ولا بفلوس بعد كده اجيب سبونسر معايا. معلش هنبدا بص كهرباء ودايرين وبتاع. حبيبي يا حجازو، نورت يا حبيبي. نورت حبيبي، تسلم. صح حصلت حلوه. هاتفن. الحمد لله. انا سمعت صوت زوردو من شويه بيزعق تقريبا. ما سمعتش. لا انا سمعت صوت زوردو بيزعق بس لذيذ والله، رجعتني ذكريات لطيفه. ما هي دي القصه، هي القعده دي فكرتها. يعني ده زمان ولا لسه؟ تعال عشان انت لازم تمضلنا يعني. الكلام القلب ما بيقدمش.